ورجعنا لكم بفيديو جديد. سنتحدث في هذا الفيديو عن تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت سن 17 عاما المؤهلة إلى النهائيات الآسيوية للناشئين السعودية 2026. سنتحدث عن نظام التصفيات، المنتخبات المتأهلة مباشرة، وأيضا المنتخبات التي ستتنافس في التصفيات على 7 مقاعد للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا. بالنسبة للمنتخبات التي تأهلت مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا السعودية 2026، طبعا المنتخبات هذه شاركت في نهائيات كأس العالم الحالية التي تقام في دولة قطر، وهي السعودية وقطر، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، والإمارات، وإندونيسيا، وأوزباكستان، وطاجكستان، واليابان. هذه المنتخبات التسع تأهلت مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا في السعودية 2026 للناشئين، بينما بقية المنتخبات الآسيوية ستتنافس في التصفيات الآسيوية القادمة التي ستنطلق في تاريخ 22 من شهر نوفمبر الجاري. طبعا بعدما تعرفنا على سحب قرعة تصفيات كأس آسيا 7 مجموعات يتأهل منها منتخب واحد فقط من كل مجموعة إلى النهائيات الآسيوية، أي إن متصدر المجموعة فقط هو الذي يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا. بالنسبة للمجموعات التي ستخوض التصفيات، أتى في المجموعة الأولى منتخب أفغانستان وميانمار، النيبال، عمان، وسوريا. وفي المجموعة الثانية أتى الكويت والمالديف، منغوليا، تايلاند، وتركمانستان. وفي المجموعة الثالثة أتت أستراليا، بوتان، العراق، الأردن، والفلبين. وفي المجموعة الرابعة أتى منتخب تايوان والهند، إيران، لبنان، وفلسطين. وفي المجموعة الخامسة أتى منتخب هونغ كونغ ومكاو، ماليزيا، جزر مارينا الشمالية، سنغافورة، وفيتنام. وفي المجموعة السادسة أتى المنتخب اليمني وكامبوديا وغوام، قرغيزستان، لاوس، ومنتخب باكستان. وفي المجموعة السابعة والأخيرة أتى المنتخب البحريني، بنغلاديش، برناوي، والصين، وتيمور الشرقية، وسريلانكا. علما بأن كما تحدثنا إن نظام هذه التصفيات يتأهل متصدر المجموعة فقط إلى نهائيات كأس آسيا، لا يوجد أفضل الثواني ولا وصيف هذه المجموعة. يعني أكيد ستكون تصفيات صعبة على المنتخبات العربية في تجاوز هذه المجموعات. تحدث عن المجموعة الأولى يتواجد فيها منتخب عمان وسوريا، وفي المجموعة الثانية يتواجد المنتخب الكويتي، وفي المجموعة الثالثة تتواجد الأردن والعراق، وفي المجموعة الرابعة يتواجد منتخب فلسطين ولبنان، وفي المجموعة الخامسة لا يتواجد أي منتخب عربي في المجموعة الخامسة. أما بالنسبة للمجموعة السادسة يتواجد منتخبنا الوطني اليمن، وفي المجموعة السابعة يتواجد المنتخب البحريني في المجموعة السابعة. طبعا التصفيات ستنطلق بإذن الله تعالى في تاريخ 22 من شهر نوفمبر الجاري بإقامة عدد من المباريات في ذلك اليوم. أترك لكم التعليقات، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.